طيب ورجعت لكم على القناة بفيديو هيكون بإذن الله هو أول فيديو رمضاني لينا هنا على القناة مع بعض بإذن الله. لكل المشتركين اللي اشتركوا قبل كده شكرا انكم لسه مكملين معايا لحد دلوقتي في رحلة هتبقى صعبة وطويلة قدام لكن هتبقى مثمرة جدا بإذن الله. والكل اللي اشتركوا جداد والكل لسه عارفيني دلوقتي شكرا جدا ليكم وبحبكم واهلا بيكم معانا هنا في العيله. وطبعا لو حد لسه بيشاور دماغه اذا كان يشترك ولا لا يحب يكون معانا ولا لا احب اقول لك انك هتشترك باذن الله لان الفتره الجايه في محتوى جميل جدا جاي ومتنوع جدا ما بين الحاجات المدبلجه بالعربي زي ما احنا بنحب نتكلم هنا وما بين الانمي المترجم. طيب وزي ما هو باين من عنوان الفيديو يا ترى يا تيفو سيمباي هنعمل ايه في رمضان وبما انه اول رمضان ليك على القناه ولينا معاك هنا هنعمل ايه سوا والكلام ده كله. وحابب اقول لكم وافضل اعيد وازيد تاني الشعار اللي احنا ماشيين بيه على القناه هنا من اول ما بدانا: لا تجعل مشاهده الانمي تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي. معلش عشان صباعي ما كانش باين المايك. لا تجعل مشاهده الانمي تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي. وخلي بالكم على قد ما الكلام ده يبان ان هو مجرد انترو على اليوتيوب لكن خلي بالكم هو مش مجرد شعار هو اسلوب حياه بجد. لا تجعل مشاهده الانمي تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي بل بالعكس لا تجعل اي حاجه تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي واي واجب ديني واي واجب دنيوي اكتر من الواجب اللي علينا في شهر رمضان. فلو كان لا تجعل مشاهده الانمي تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي قبل رمضان ايراد فبعد رمضان او في رمضان 24 ايراد. هرجع واقول لكم على حاجه: رمضان شهر القران، رمضان شهر العباده، رمضان شهر تفرغ فيه نفسك وطاقتك وحياتك وقلبك وتفضي مخك وعقلك وروحك للقرآن وللصيام بجد وللصلاة. أنا مش بدعي إن أنا صانع محتوى ديني أو داعيها أو أي حاجة لكن زي ما قلت لكم أنا بحب أعتبر نفسي أخوكم الكبير، سيمباي بمعنى أصح للي بيتفرج على الأنمي وعارف المحتوى الياباني سيمباي ليكو. فببساطة للإجابة عن السؤال هتعمل إيه في رمضان؟ هنعمل إيه في رمضان؟ لو ده عنوان الفيديو هنعمل إيه في رمضان؟ أنتوا هتعملوا إيه في رمضان؟ هتصلوا التراويح وطبعا هتصلوا كل الصلوات في ميعادها لان زي ما احنا عارفين مفيش مسلم ما بيصليش. دي مفاجأة مش حابب احرقها عليكم لكن مفيش مسلم ما بيصليش. فربنا يقويكم ويقوينا ويقدرنا دايما على الثبات على الصلاة بالذات. لو هنفوت اي حاجة في حياتنا لو هنلها عن واجبنا الديني باي حاجة في حياتنا ما ينفعش نلها بالذات عن الصلاة. فدي رقم 1 نصلي كل الصلوات في ميعادها ويا حبذا جدا 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 بالذات الشهر ده في الجامع وحاولوا على قد ما تقدروا ما تيسر من صلاة التراويح. ده رقم 1. رقم 2 قرآن. لازم كل يوم يبقى ليك وردك من القرآن وتخلص جزء ويا سلام لو تيسر معاك تخلص جزئين. لو في يوم عصلك منك مثلا لو انت ماشي كل يوم جزء لو يوم عصلك منك جزء وما قدرتش تقرأه مثلا اليوم اللي بعديه حاول تعوض وتقرأ جزئين. حاول يبقى ده الشهر بتاع ان انت تتسابق مع نفسك. مش هقولك تتسابق مع اللي حواليك لكن للي فاهم رسالته بجد انت الشهر ده انت بتتسابق فيه مع نفسك. الشهر ده انت بتتسابق فيه عشان تغير من نفسك. طيب ورقم 3 من الحاجات اللي احنا هنعملها في رمضان بإذن الله وهو الصيام حق الصيام. وبرضه هرجع واقول لكم تاني اللي فاهم لعبة الصيام صح يعرف ان الصيام مش بس وانت صايم. الصيام هو ازاي هتحضر نفسك للحياة ما بعد الصيام ورمضان هو ازاي هتحضر نفسك للحياة ما بعد رمضان. طيب خلصنا ال4 حاجات دول عندنا حاجة 5 نقدر نعملها. نقدر نصل رحمنا، نقدر نسأل على أهلنا، نقدر نسأل على حبايبنا وأصحابنا الناس اللي احنا ما سألناش عليهم بقالنا كتير. نقدر نروح لأهلنا في بيوتهم ونسلم عليهم وناكل سوا عيش وملح رمضان شهر الصيام وشهر عبادة بس صلة الرحم برضو عبادة وعبادة مهمة جدا كمان. فلو خلصنا الحاجات دي كلها وخلصنا واجبنا الديني والدنيوي وقدرنا ان احنا كمان نزود على ده في العبادة اتفضل لنا مثلا ممكن ساعة بالكتير في اليوم مثلا بالكتير قوي 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 زي ما قلت لكم تاني ساعتين مثلا ساعة ونص ممكن تتفرج لك على حلقة انمي فيديو على اليوتيوب مقطع نعمله سوا وبس. وبالنسبة لي انا بوصي نفسي ويا رب اقدر انفذ كل اللي انا قلته لكم في الفيديو اللي فات ده لكن بالنسبة لي انا في صناعة المحتوى هنا هحاول بالكتير اعمل فيديو واحد بس وهو الفيديو ده وفيديو تاني يمكن في النصف التاني من رمضان وحاول على قد ما اقدر اتفرغ الشهر ده للعبادة. وهرجع واقول لكم تاني واوصيكم لا تجعل مشاهدة الانمي تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي. لا تجعل مشاهدة اليوتيوب تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي. لا تجعل ارجوك لا تجعل مشاهدتي تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي. يا رب قدرني ان انا لا اجعل مشاهدة الانمي تلهيني عن واجب الديني والدنيوي وصناعة المحتوى وشغلي وكل حاجة اي حاجة في الدنيا تلهيني عن واجبي الديني والدنيوي. فاجابة على سؤالكم
هنعمل ايه هنا محتوى على القناة، ممكن فيديو او فيديوهين، يمكن 3 بالكتير قوي، وهيكونوا عن محتويات ملهاش علاقة قوي بالانمي. وما تنسوش اهم حاجة لا تجعل مشاهدة الانمي تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي، وده اللي انا كنت بقوله على مدار الفيديو ده، لكن حابب اختم الفيديو بيها. دي كانت كل حاجة عندي اقولها في الفيديو بتاع النهاردة، واشوفكم في الفيديو الجاي باذن الله. سلام.